تخيل نفسك كده اليومين الجايين وانت قاعد في لجنة الامتحان وقدامك ورقتك والمراقب بيقول فاضل 10 دقايق والم الورق، بس المشكلة ان انت مش حل 3/4 الامتحان، عمال تبص يمين وشمال اللي تعرفهم محدش مركز معاك، كله مركز في ورقته وبيحل، فبتترعب لا تشيل المادة او ما تجيبش مجموع، وبتندم على كل لحظة انت ضيعتها قبل الامتحان، بتدعي الزمن يرجع بيك حتى لو اسبوع وهتذاكر، بس تلاقي المراقب خلاص بيسحب ورقتك وبيقول لك الوقت خلص وانت بتنهار. بس مرة واحدة كده تلاقي صوت عالي قوي في اللجنة، صوت شبه صوت المنبه بتاعك بالظبط، وكل اللي موجودين كتموا ودانهم من قوة الصوت ده، وفجأة تلاقي ان امك بتصحيك عشان تقوم تذاكر، فتقوم مخضوض وتبص على التليفون في التاريخ تلاقي ان فاضل اسبوع على الامتحان، فتتبسط جدا وتقول الحمد لله وتقوم وانت عارف قيمة الاسبوع ده كويس. بس الفكرة بقى هتذاكر الاسبوع ده ازاي عشان الحلم اللي حلمته ما يبقاش حقيقة؟ هل الاسبوع كفاية تقدر انك تلم فيه المادة؟ وهل في طريقة تخليك مش بس تنجح لا وكمان تجيب مجموع عالي؟ الحقيقة انه ده تقدر تعمله لو طبقت اللي هيتقال بالحرف في الحلقة دي، وخصوصا انه مش كلامي، ده كلام واحد صاحبي جاب 97% في ثانوية عامة وما ذاكرش غير في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. الحلقه دي مهمه جدا، بس قبل ما ابدا انا عاوز كده انوه بحاجه معينه. الحلقه دي مش بتقول خالص ان احنا ناجل اللي ورانا ونسيب الوقت اللي ورانا طول السنه ونيجي نذاكر في الاسبوع او الكام يوم اللي قبل الامتحان خالص. انا مقتنع ان كل ما الشخص كان بيذاكر من بدري وكان بيذاكر من الاول وكان معاه طول السنه، طول ما الشخص هيبقى مرتاح وهو في الاخر، ولكن احنا عاملينها عشان لو حد خلاص هو اتحط في الامر الواقع مش فاضل غير اسبوع او اقل على الامتحان ومش عارف يعمل ايه. عشان كده الحلقه دي انا قاصد انها تنزل في التوقيت ده اللي هو قبل الامتحانات، لانها هتكون حلقه مهمه جدا. يعني انا فعلا الكلام اللي هقوله لكم النهارده انا كنت اتمنى حد يقوله لي وانا من 6 سنين في ثانويه عامه، ولكن الحمد لله بصراحه انا ما كنتش الدحيح لما كنت في ثانويه عامه. انا كنت شاطر بس بجيب مجاميع عاديه، او زي ما نقدر نقول انا كنت الطالب المتوسط. فعشان كده لما قررت اعمل الحلقه دي قررت ان اللي يساعدني في كتابتها واحد مخلص. اللي ساعدني في كتابه الحلقه دي هو واحد صاحبي من سني بس ما شاء الله دحيح. لما كان في ثانويه عامه كان بيلعب وبيهزر وبيعمل كل حاجه وما شاء الله كان جايب 97%، وطول فتره الجامعه بتاعته الاربع سنين كان بيترتب الاول على الدفعه وكان دايما بيطلع بامتياز. فالكلام والحلول اللي هتتقال هي نابعه من الشخص ده، انا مشارك فيها ولكن هو الاساس، هو اللي حاطط البوينتس المعينه. الحلقه دي لازم من الاول كده نكون عارفين مع بعض كده هي معموله لمين. الحلقه دي معموله لو انت شخص بتقعد على الكتاب بتعمل كل حاجه في الدنيا غير ان انت تذاكر، العفريت بيمسكك تقعد تذاكر 10 دقايق وبعد كده تلاقي نفسك مخنوق ومش مركز، دماغك مصدعه وعينيك بتقفل، فتقوم واخد التليفون بتاعك ماسكه وتقعد تقلب شويه في الريلز عشان الخنقه والضغط بتاع المذاكره ده، بعد كده تلاقي ان الوقت سرح منك في ساعه ساعتين وانت ما عملتش اي حاجه، فتتضايق من نفسك اكتر وتقوم ماسك الكتاب وحاطه قدامك، وبرده انك تقعد تذاكر مش عارف تذاكر، مخك كده متربس كانك بتقرا طلاسم، وتقعد تقرا شويه تلاقي ان عينيك بتقفل وعمال تنام، فتقول خلاص انا هنام وبكره ان شاء الله اذاكر كويس، وتاني يوم نفس ال10 دقايق بنفس مسكه التليفون بنفس النوم اللي بتنامه، وخلاص انت ما بقاش في وقت، يعني انت داخل على الامتحانات تعمل ايه في المنهج اللي متلتل وراك ده ومش عارف تلمه. فلو انت بقى حاسس بالتوهه دي فما تقلقش خالص، لان الحلقه دي باذن الله معموله مخصوص عشانك. انا بقى هقول لك المشكله دي فين وهقول لك على شويه حاجات اعملهم وادعي لي. بس قبل ما اقول لك على اللي هتعمله انا عاوز اعرفك الاول انت قفله مخك والخنقه من المذاكره دي جايه منين. بصوا انا عندي قناعه تامه ان اي مشكله بنفضل نحارب فيها يمين وشمال وفوق وتحت ونلاقيها ما بتتحلش، بعرف ان المشكله دي اساسها نفسي، اساسها حاجه جوانا، بس الفكره ان احنا مش لامسينها، مش عارفين نحط ايدينا على المشكله، فاللي بيحصل ان احنا بنحارب في حاجه قدامنا بنفتكر ان الحاجه دي هي اساس المشكله، فلما بنحارب في الحاجه دي كذا مره ونلاقي ان برضو الموضوع ما بيتحلش بيتولد عندنا نوع من انواع اليأس، مع ان المفروض اللي يكون بيحصل ان احنا نكون بنحارب في حته تانية خالص. طبعا انا كلامي معقد شويه، خلوني ان انا افهمكم الموضوع. انت دلوقتي لما بتيجي تذاكر لو سالت نفسك ايه الحاجه اللي ما بتخلكش تعرف تذاكر، تلقائيا وبديهيا اول حاجه هتيجي في دماغك المشتتات، التليفون، الحاجات اللي بتشتتك عن المذاكره، او ممكن تجيب الموضوع فيك انت الحمار انت اللي غبي ما بتعرفش تذاكر، صح كده؟ هل بقى المشتتات مثلا اللي احنا قلنا عليها دي ممكن تكون السبب اللي ما بتخلكش تعرف تذاكر؟ بس السؤال بقى الهم، هل ده اساس المشكله؟ الاجابه اللي هتصدمك لا. انا مش بقول لك خلي التليفون جنبك وانت بتذاكر، انا قدام هقول لك امحي التليفون ده من قدامك، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على اساس المشكله. ايه الاساس اللي بيخليني مش عارف اذاكر؟ الحقيقه انت لو فكرت في موضوع المشتتات او موضوع التليفون هتلاقي ان كل دول ما هم الا وسيله هروب، وسيله هروب انت بتهرب ليها لما بتبدا انك تحس احساس معين، اهو الاحساس ده هو بقى المفروض ده اساس المشكله، هي دي الحاجه اللي المفروض تكون بتواجهها، ومجرد ما بتعرفها بتلاقي ان الدنيا بقت احسن بكتير جدا. شهاب معلش انا مش فاهم ازاي
ازاي؟ احنا من واحنا صغيرين اهلنا ربونا على شكل كده من اشكال المذاكره بصراحه مؤذي جدا. فكره انك لازم تقعد قدام الكتب او على المكتب اطول وقت ممكن، حتى لو مش قادر تذاكر، حتى لو تعبت من كتر المذاكره، حتى لو ذاكرت بالقدر الكافي. هو احنا اتربينا على قاعده كده، طول ما هنقعد على المكتب اطول وقت ممكن ده معناه ان احنا هنذاكر اكتر، فبالتالي هنلم معلومات اكتر، فهنجيب درجات اعلى. والله العظيم الفكره دي غلط تماما. اللي بيحصل ان من واحنا اطفال بنتغصب ان احنا نقعد اطول وقت ممكن على المكتب او على الكتب وما نعملش اي حاجه عشان نقعد نذاكر. فانا ببقى ذاكرت او ما ببقاش قادر اذاكر او عاوز انام، بس الفكره ان انا ما ينفعش اقوم. ليه ما ينفعش اقوم؟ لان اهلي هيزعقوا لي، هلبس شبشب في وشي من امي، فمش هينفع اقوم. فايه اللي بيحصل؟ بيبدا كده ينشا زي حاجز نفسي بيني وبين المذاكره. يعني تخيل المذاكره اللي هي اصلا تقيله على قلبنا وصعبه اصلا في الطبيعي، احنا لما هنبدا ان احنا يبقى بننفر منها الموضوع هيبقى صعب بشكل عامل ازاي. فعشان نتفادى الزعيق والكلام اللي ممكن يقوله لنا اهلنا لو احنا ما قعدناش على المكتب او على الكتب وقت طويل، عشان ده كده معناه ان احنا ما بنذاكرش، بنبدا ان احنا نعمل حاجه مهمه جدا اسمها بنتظاهر بالمذاكره. فبنقعد بتمسك الكتاب وبتمسك القلم والورقه وبتقعد تعامل نفسك ان انت بتذاكر، ولكن في حقيقه الامر انت لا بتذاكر ولا حاجه. انت قاعد بتكتب اسماء فصل ثالثه رابع واسماء فصل ثانيه خامس واسم البنت اللي كنت بتحبها وانت في ابتدائي. بص، بتعمل اي حاجه في الدنيا غير ان انت تذاكر. ترسم بقى اشكال، تقعد تحسب المدرس ده بياخد كام، هتعمل اي حاجه بس ما تذاكرش. ده ليه بيحصل؟ عشان للاسف تهرب من الزن بتاع الاهل على موضوع المذاكره. فمن اللحظه دي بقى بتنشا في دماغنا فكره لا واعيه اسمها اطول وقت ممكن. اهلنا بيزرعوها في دماغنا ان الشاطر هو اللي بيقعد على المكتب او بيقعد على الكتب اطول وقت ممكن. طب هل ده صح؟ لا، بس انا اتربيت على كده. حتى لو انا كان ده بيتعامل معايا وانا صغير وانا ما كنتش بحب ده، ولكن انا كبرت على الفكره دي. انا كبرت على فكره ان عشان اكون شاطر لازم انا اكون بقعد على الكتب 24 ساعه، مع ان انا ممكن اكون بذاكر بشكل كويس جدا وبذاكر قدر كويس جدا من الماده او من المنهج اللي عليا، ولكن انا ما بقعدش وقت طويل. فبالتالي انا كده في حاجه غلط بعملها او في حاجه غلط فيا انا شخصيا. فبيكون ده اول حاجز نفسي بيننا وبين المذاكره، بس ما بناخدش بالنا منه، ان احنا بنتظاهر بالمذاكره عشان نقعد اطول وقت ممكن. الحاجه الثانيه المقارنه. يعني انا لو قعدت اتكلم من هنا للصبح على فكره ان قد ايه موضوع المقارنه ده مؤذي جدا، وبالذات في موضوع المذاكره، احنا مش هنخلص. احنا برضو من واحنا صغيرين بنتربى على فكره المقارنه في المذاكره، المقارنه في المستوى الدراسي. اتقارن بابن خالتي، ببنت خالتي، بابن عمي، ببنت عمتي، بكل الدنيا بتقارن فيهم في مستواي الدراسي وفي مده اللي بقعد اذاكرها. بص ابن خالتك اللي ما شاء الله في ثانويه عامه جاب مش عارف 98%، بص بنت عمتك اللي من سنك اللي بتروح بالدروس وبتيجي تقعد على الكتاب بتتقتل عليه، ما بتقومش غير على الامتحان. بص 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 بص. ففي مقارنه. الاهل لما بيعملوا كده للاسف، يعني حتى الحاجه الاولى اللي انا قلت عليها، هم بيكونوا فاكرين ان هم لما بيعملوا كده بيشجعونا ان احنا نذاكر، ولكن والله اللي بيحصل عكس كده تماما. اللي بيحصل لك ان انت لما ده بيحصل معاك بتتقفل من المذاكره اكتر وقت، بتبقى تقيله على قلبك، بيبقى الكتاب كانه بالطلاسم قدامك، انت عمال تجبر ان انت تذاكر. حتى انت كمان ممكن تجبر بان يكون في نوع من انواع الحب المشروط. انت لما هتذاكر وهتقعد اطول وقت ممكن وانت بتذاكر، احنا هنعاملك كويس وهنحبك. فيما عكس ذلك لا. فكل الحاجات دي بتؤدي في الاخر الى ان هي تجبرك على المذاكره. فاللي بيحصل ان المذاكره اصلا صعبه في الطبيعي. انا مش هذاكر خالص، او كل ما اجي اقعد الاقي ان العفريت مسكني كده ومش عارف اذاكر، اقعد اقوم، اقعد الصداع مسكني، النوم مسكني، اقعد اعمل اي حاجه في الدنيا غير ان انا اذاكر. خلي بالك الكلام ده ممكن يكون اتعامل معاك من زمان جدا وانت دلوقتي كبير في ثانويه ولا في جامعه ولا في اي حاجه، ولكن اللي انت اتربيت عليه وانت صغير للاسف بيكون نفس التاثير ده عليك لما تكبر. فبنذاكر مش عشان احنا عاوزين ان احنا ننجح، بل بالعكس احنا بنذاكر عشان احنا مرعوبين من ان احنا نسقط. لو انت الكلام اللي انا قلته ده بيحصل معاك فانا متفاهم جدا شعورك، لان انا من الناس برضو للاسف اتربت على طريقه المذاكره دي. ولكن احنا برضو واقعيين وبنحاول ندور على حل، مش هنقعد جنب المشكله ونقعد نلطم. وكمان عندنا امتحان كمان خلاص كام يوم. فنيجي للحل بقى. لازم انت تبقى عارف ان جزء كبير جدا من الحل انت خدته دلوقتي وانت مش واخد بالك. فكره انك تعرف اساس المشكله ايه، الوجع اللي جواك والكره والنفور من المذاكره دي جايه منين. الكلام اللي انا قلته لك ده شويه كده ريح حته معينه جواك، حتى لو ما حليناش. ولكن سبحان الله احنا كبني ادمين كده مجرد ما نحط ايدينا على الوجع بيكون بيريحنا بنسبه كبيره جدا. بس خلينا نتكلم في الكلام الواقعي. انت دلوقتي عندك امتحان كمان كام يوم ولا بعد اسبوع، تعمل ايه؟ والفكره ان انت عندك في الماده حاجات كتير جدا انت مش لاممها. اول حاجه حيد مشاعرك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ خدعوك وقالوا لك ان في ناس بتحب المذاكره. احنا ممكن نجيب مصحف من هنا احلف لك عليه ان مفيش بني ادم في الدنيا بيحب المذاكره. يعني ايه شخص يحب المذاكره؟ ده مش طبيعي. مفيش حد بيحب حاجه مجبر عليها عشان تنجحه. ممكن شخص يكون بيحب القراءه لانه بيقرا في مجال معين فبيحبه، ولكن دي حاجه انت اجباريه عليك يا معلم. فبالتالي هو مفيش فكره الحب في المذاكره. طب يا شباب الناس الدحيحه
الدحيحه اللي بتقعد تذاكر وبتقعد تعمل دي؟ ما هو طبيعي ان هم بيحبوا المذاكره. لا، هي الفكره مش في حب المذاكره، الفكره ان في واحد بيتعامل مع المذاكره على اساس انها مسؤوليه. انت عقلك مش عبيط، عقلك عاوز يرتاح باكبر شكل ممكن، والمذاكره بتمثل مجهود على المخ. ان انت تقعد تذاكر وتحفظ وكل الكلام ده بيمثل مجهود وحرق طاقه بالنسبه للمخ، فطبيعي ان انت ما تكونش بتحبها. ولكن ليه الناس دي بتكون شاطره كده؟ الفكره ان هم عندهم مسؤوليه ان هم عاوزين يذاكروا. انت بتقعد تذاكر لما يبقى ليك نفس، وما تذاكرش لما يبقاش ليك نفس. هو بيقعد يذاكر سواء ليه نفس او ملوش نفس. يعني برضو اسال اي حد بيعمل اي حاجه المفروض او بيقول ان هو بيحبها في الدنيا، حتى لو كارهها وهو بيعملها، هو محيد مشاعره ناحيتها، هو بيذاكر وبس، هو بيشتغل وبس. فكره انك تتعامل مع المذاكره على اساس انها مسؤوليه، ان انت لازم تعملها عشان تنجح وتوصل للحته اللي انت نفسك فيها، مش على اساس حب وكره، دي نقطه هتفرق معاك جدا. الحاجه التانيه، بلاش مثاليه. انت ما عندكش وقت اصلا ان انت تقعد تقول لي انا هذاكر الساعه 8، انا هذاكر لما الساعه تيجي 9 بالظبط، انا هذاكر لما الساعه تكون 3 ومش عارف ايه، والوقت يكون ايه، والكتب تكون مرصوصه بشكل. انت ما عندكش الرفاهيه دي، فما فيش فكره المثاليه. انت دلوقتي هتقول هقوم اذاكر، انت هتقوم تذاكر. تعمل ايه بقى وتذاكر ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. اشيل حته المثاليه من المذاكره تماما، وخصوصا اليومين دول. نفترض دلوقتي ان انت قلت خلاص انا ابتديت ان انا اذاكر، اعمل ايه عشان اذاكر بتركيز؟ هي دي الحاجه رقم 3. ابعد المشتتات. فاكر التليفون؟ قلت لك في اول الحلقه احنا هنشيله. جيب التليفون واقفل الواي فاي من عليه او اقفل الداتا واعمله سايلنت، وحطه في اخر اوضه في اخر مكان في البيت. اوعى تخلي صوت التليفون جنبك او اي حاجه بتعمل صوت كده جنبك وانت بتذاكر. يعني في دراسه انا كنت قراتها قبل كده ان صوت النوتيفيكيشن، لو انت قاعد بتذاكر وموبايلك عمل صوت نوتيفيكيشن، رساله جات لك على واتساب، انت تركيزك بيروح وبتبقى عاوز حوالي ساعه او ساعتين عشان تقدر ترجع لنفس حاله التركيز اللي كنت عليها. فالتليفون جنبك وانت بتعمل اي حاجه سواء بتشتغل او بتذاكر مصيبه. شيله، حطه بعيد. فاهم اهلك، باباك، مامتك، اخواتك ان انت داخل تذاكر وهتقفل عليك الباب. بعد اذنكم نهدي الصوت. مش عارف تذاكر معاهم في البيت، روح بقى اقعد في اي مكان بره، بس المهم تبقى قاعد في هدوء. بس انا مش عايز افضل في حته التركيز دي كتير، عشان عايز ادخل في حته المذاكره. بس عشان تزود تركيزك باكبر شكل ممكن، ففي حلقه انا كنت عملتها من فتره اسمها التركيز. الحلقه دي خش شوفها دلوقتي ضروري، يعني خلص الحلقه دي وخش شوف الحلقه دي. الحلقه دي هتفرق معاك جدا في تركيزك. المهم ندخل على المذاكره. نفترض دلوقتي ان انت عليك امتحان لماده الكيمياء بعد اسبوع، او التاريخ، او الجغرافيا، او اي حاجه في الدنيا. ما تقوليش ان انا هقعد اذاكر 4 ساعات. اول حاجه، انت هتذاكر ايه في ال4 ساعات دول؟ عارفين ان انت هتذاكر كيمياء، ولكن هتذاكر ايه في الكيمياء بالظبط؟ ايه المهمه اللي انت هتعملها بالظبط عشان يكون الموضوع محدد؟ انت فتحت 4 ساعات وقلت هذاكرهم، طب ما انت ممكن تقعد ال4 ساعات ما بتعملش اي حاجه. يبقى الفكره ان احنا نحط تاسكات ونسيبنا من حته الوقت دي خالص. امسك نوت صغيره كده واقعد اكتب فيها، وعاوزك تقسم الماده. نفترض مثلا ان الكيمياء 5 ابواب وانت معاك اسبوع، فانت نقول ان انت هتذاكر في كل يوم من الاسبوع ده هتذاكر باب، وهيبقى يومين انت هتقعد تحل فيه. طيب هذاكر الباب ده ازاي؟ الباب برضه هيتقسم. والله مثلا الباب فيه 4 دروس، هقعد اقسم ال4 دروس دول على مدار اليوم. والله انا هبدا في اول اليوم ان انا اذاكر اصعب درس فيهم، وبعد كده الاسهل فالاسهل. اخلص درس واحل عليه واخد بريك وابسط نفسي، افصل شويه كده واروح راجع داخل على الدرس الثاني. المهم ان انا باي شكل من الاشكال لازم اخلص الباب ده النهارده، ولكن اعملها على هيئه تاسكات صغيره. لان الحاجه المكلكعه دي لو بدانا ان احنا نفتتها لحاجات صغيره، هتلاقي ان الموضوع بقى بسيط. دايما لما تيجي تبدا مذاكره، خصوصا لو انت في اول اليوم ولسه هتبدا تذاكر، ابدا بالاصعب، ما تبداش بالسهل. لانك تبدا بالصعب وانت في قمه تركيزك ولسه ما بذلتش اي طاقه، ده هيخليك تكون بتبذل الطاقه الصح في المكان الصح في الاول. برضو من الحاجات العجيبه اللي الشخص اللي ما شاء الله الدحيح ده قالها لي، فكره انك تقرا الاسئله بتاعه الدرس قبل ما تبدا انك تذاكر الدرس اصلا. طبعا السؤال اللي هيجي في دماغك، طب يا شاب، ما هو طبيعي ان انا مش هبقى فاهم الاسئله، او الاسئله هتكون بتتكلم في ايه. انت مش مطالب منك انك تفهم الاسئله او تعرف حلها، انت مطالب منك انك تقراها بتركيز. لانك لما تعرف الاسئله بتاعه الدرس جايه على ايه، انت هتعرف ايه النقط المهمه اللي تركز عليها في الدرس وانت بتذاكر. وانا لما فكرت فيها لقيت ان دي حاجه مهمه جدا، يعني انا عمري ما جت في دماغي. بس انك تقرا الاسئله وتعرف ان الاسئله بتيجي على انهي اجزاء في الدرس، ده هيخلي الموضوع وانت بتذاكر الدرس يكون اسهل ليك، وكمان هتبقى فاكر ايه الحاجات المهمه اللي جت في الاسئله، فهتركز عليها اكتر وانت بتذاكر. فالموضوع كده بشكل ما هيكون بيتربط جوه مخك اكتر. ذاكر بورقه وقلم. والله الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انا طول عمري في حياتي بذاكر بورقه وقلم، بشتغل بورقه وقلم. اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيها ورقه وقلم. ليه؟ لان انا لما بمسك ورقه وقلم، سواء انا وانا بذاكر او وانا بشتغل، ده بيخلي كل حواسي تشارك في الحاجه اللي انا بعمل فيها، فده هيخليها ان هي تتثبت
هتثبت اكتر في مخي، فبالتالي انا مش هنساها بسهوله. يعني مثلا لما واحد يكون بيقرا بس غير لما واحد يكون بيكتب وبيلخص وبيشارك حاسه السمع وحاسه البصر وحاسه اللمس، كل الحواس مشتركه في الحاجه اللي هو بيعملها، فبالتالي التركيز هيزيد، فبالتالي ان هو ينسى الحاجه اللي هو بيعملها دي هتكون صعب. افهم ما تحفظ، اوعى تبصمج. حتى لو انت ادبي، حتى لو انت هتذاكر تاريخ او جغرافيا، اقرا الموضوع بفهم الاول. لما تقراه بفهم وتبدا ان انت تفهم الحاجه، هتلاقي ان انت بشكل تلقائي بقت سهله معاك جدا جدا في الحفظ. بس ان انت تقعد تحفظ حاجه انت مش فاهمها، ده الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني مثلا جيب ورقه جورنال وافتح خبر سياسي مثلا انت مش فاهمه واقعد احفظ فيها، هتلاقي ان الموضوع مكلكع وصعب معاك قوي. ففكره انك تحفظ دي نقطه مهمه جدا. حاول انك تشرح اللي انت بتذاكره بصوت. تشرحه لمين؟ تشرحه لطفل قدامك، تخيله كده عنده 10 سنين. يعني الموضوع المعقد او الحاجه اللي انت بتذاكرها لما تعرف تبسطها لطفل في خيالك مثلا عنده 10 سنين انت بتكلمه، ده هيخلي الجزئيه دي ما تتنسيش من عندك ابدا، ان انت تشرح الحاجه بصوت. انا عاوزك تورك سمارت في المذاكره. ازاي؟ بانك تعمل خرائط ذهنيه. انت دلوقتي قرات الدرس الاول في الباب الاول، عاوزك تعمل كده زي خريطه ذهنيه للدرس ما فيهاش الرغي كبير قوي بتاع الدرس. انت فهمت ايه وايه اللي انت استفدته من الدرس ده؟ اللي انت استفدته رتبه في بوينتس بسيطه، وابتدي ان انت اعملها زي روابط ذهنيه، بحيث ان انت مجرد ما تشوف البوينت الصغيره دي تفتكر كل الدش اللي كان تحتيها. يعني تخيل درس كده من 3 4 5 صفح انت بتختصره في نص صفحه، بوينتس معينه انت مجرد عينك ما بتيجي عليها بتفتكر بشكل تلقائي الكلام كله اللي كان حواليها. فالنقطه دي مهمه، انك تعمل خرائط ذهنيه. ركز قوي في الجزئيه اللي هيكون مبني عليها حاجات كتير قدام. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي نفترض انك بتذاكر كيمياء. المهم المعروف عن الكيمياء ان هي كلها معادلات. في الفصل الاول على حسب تذكري دلوقتي في الكيمياء هو اللي بيقول لك ازاي تعمل معادلات. لما تذاكر الفصل ده بتركيز جدا انت هتستريح في باقي الفصول، لان انت الكيمياء كلها مبنيه على المعادلات. فتخيل انك ما ذاكرتش كويس الفصل الاول، انت هتتعب تلقائيا في الثاني والثالث والرابع. ليه؟ لانك ما عرفتش الاول كان ماشي ازاي، ما تاسستش صح في النقطه دي. فركز قوي على النقط اللي هتكون مبني عليها حاجات كتير قدام، دي ذاكرها بتركيز جدا. هتلاقي ان انت لما تعمل دي التركيز ان انت قدام بشكل تلقائي بتستريح. وده نوع من انواع المذاكره بذكاء. انت مش مضطر ان انت تحفظ كم ده من المعادلات، انت بس اللي عاوزك تعرفه ان انت تعرف ازاي تعمل معادله. وانس ان انت فهمت النقطه دي هتلاقي ان انت بتعرف تعمل المعادلات الباقيه بكل سهوله. ادي نفسك بريكات. مش معنى ان انت فاضل اسبوع على امتحانك فانت هتقعد تذاكر كل يوم في السبع ايام الجايين ال 24 ساعه. ما تعملش كده خالص. هتلاقي ان انت بتقعد قدام الكتاب بالاربع والخمس والست ساعات وانت فاكر ان انت بتذاكر وانت ما لميتش غير نص ساعه مثلا. يعني في دراسه انا فاكر ان انا قراتها اتعملت عن الموضوع ده، لقوا ان مثلا الطلاب اللي قعدوا يذاكروا مده طويله جدا ما لموش في الاخر غير ساعه او ساعه ونص او ساعتين بالكتير. فادي نفسك بريكات، كافئ نفسك، اقعد ذاكر شويه، ولما تلاقي نفسك ان انت حسيت ان انت ذاكرت حته كويسه جدا بتركيز، اقعد بقى اخرج افصل شويه، اشرب نسكافيه. عايز بقى في الوقت ده تقعد على التليفون، وانصحك ان انت ما تقلبش على التيك توك، بس عايز تقعد على التليفون اقعد على التليفون، بس افصل. نام كويس، نام كويس خصوصا السبع ايام اللي قبل الامتحان. واديك المفاجاه اكتر، نام كويس اليوم اللي قبل الامتحان ده بالذات، عشان في شباب بتطبق وانا كنت من الناس دي، وكنت بتروح الامتحان مطبق ومش نايم عشان تلم المنهج باكبر قدر ممكن. ولكن اللي بيحصل العكس تماما، لان قله نومك دي بتخلي المعلومات اللي انت بتقراها واللي انت بتذاكرها ما تتحفرش جوه الذاكره بتاعتك، بتبقى في الذاكره قصيره المدى. لما بتنام المعلومات اللي انت قراتها بتبدا تدخل في الذاكره طويله المدى، فبالتالي احنا لو ما نمناش كاننا ما ذاكرناش اي حاجه، تبقى ناسي تماما اللي انت ذاكرته. فالنوم مهم جدا، تاخد كفايتك من النوم السبع ايام وخصوصا اليوم بتاع الامتحان. لان صدقني لو مش نام كويس ونومك مش مظبوط هتلاقي ان كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده بلح. لا هتعرف تركز، لا هتقعد تعرف تحفظ، ولا تقعد تذاكر بفهم. هتلاقي ان الدنيا بايظه معاك خالص. فاساس الموضوع كله من الاول انك تنام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان لجسدك عليك حق. جسمك وانك تريح مخك ده حق عليك. عايز افكرك تاني ان لازم تبقى عارف ان انت مش مطالب منك انك تحب المذاكره. المذاكره مسؤوليه، ومش مطالب منك برضو انك تذاكر بخوف او تذاكر بقلق. معاك وقت هتذاكر فيه وتعمل كل اللي تقدر عليه انك تعمله، بس مفيش اي حاجه تاني تقلقك في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اعقلها وتوكل. طالما انت خدت بالاسباب، وطالما انت عملت اللي عليك، وطالما انت نظمت وقتك باكبر قدر ممكن، خلاص انت ذاكرت، وايا كانت النتيجه ان شاء الله هي هتكون خير ليك. ثغرات او التيبس اند تريكس اللي قلت لكم النهارده دي حاجات مهمه جدا، اعملها الكام يوم الجايين وانت بتذاكر، وصدقني والله هتدعي لي. وان شاء الله يا شباب تجيبوا اعلى الدرجات واشوفكم مبسوطين. وشوفوا حلقه التركيز تاني بفكركم عشان مهمه جدا. وبس كالعاده ما تنساش تعمل شير.